بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة تنحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يوم يقوم الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. جاي لكم النهارده بكنز والله فعلا، يعني القرآن ده جميل جدا جدا. لو قريت كل ليلة سورة الإخلاص اللي هي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم. لو قريتيها كل يوم 3 مرات، فإن وافقت قراءتك ديت ليلة القدر كنتي كمان قرأ القرآن كاملا يوميا لمدة 84 عام. شوف عظمة ربنا وقدرته. يعني اقول لكم ايه، ربنا بيدينا حاجات كتير حلوه، بس احنا اللي مش حاسين. دايما بنبص للنواقص عندنا، بنبص للوحش اللي عندنا ونقول ليه يا رب. بصوا للحاجات الحلوه وقولوا احمدك يا رب. خلاص، باقي كام ليله وتريه يا عالم، في منهم ليله القدر، ومع ان في ناس بتقول ان ليله القدر كانت ليله 21. انا واحده من الناس والله كنت حاسه بكده، بس مش عارفه يعني. قمت من النوم الصبح حسيت بريحه كده في الجو حلوه وطمأنينه كده في النفس وراحه نفسيه، والجو نفسه جميل وهادي كده وزقزقه العصافير. فانا قلت ايه تكونش الليله دي كانت ليله القدر. الله تعالى اعلى واعلى. فبسمع فعلا لواحد يعني كده شيخ، فلقيته فعلا بيقول كده، الله اعلم بقى. فاحنا ما حتى لو هي فعلا كده ما تكسريش وتقولي لا لا، احنا عايزين والله تبقى، يعني اقول لكم ليالينا كلها ليالي قدر، نقيم الليل على طول ونستغفر ربنا على طول وندعي ربنا على طول. لا ملجأ منه الا اليه. اوعي تلجئي لحد ابدا، الجئي لربنا بس. خلاص، اللي هيقرا سوره الاخلاص وتوافق ليله القدر كانه قرأ القرآن كاملا يوميا بمعدل كام 84 سنه. كل عام وانتم بخير. ربنا يعني يبلغنا ليله القدر.